كتير من الناس لما بيزوروا عياده الاسنان لمعالجه مشاكل في اسنانهم، الطبيب بيلاحظ ان هم مش قادرين يفتحوا بقهم بالصوره المطلوبه، وده بسبب جفاف وتشقق الشفاه او حتى نزيف من الشفه. يا ترى بيحصل معاهم كده ليه؟ ده بيحصل لاسباب كتيره، منها اما بسبب امراض زي الانيميا، او بسبب عدوى فيروسيه زي الهربس، او حتى بسبب جفاف الجلد وقله السوائل في الجسم على مدار اليوم، او بالسبب الاشهر وهو نقص فيتامين بي اللي بيأثر بنسبه كبيره نقصه على جفاف الشفاه. بعد ما عرفنا كل الاسباب دي، يا ترى ايه العلاج المناسب؟ خليني قبل ما اقول لك العلاج افهمك ان احنا مش بنعالج جفاف الشفاه لمجرد ان احنا نتغلب على الازعاج اللي بتسببه او الالم اللي بتسببه، وانما للحفاظ على المظهر الجمالي للشفاه. ضيف على كده ان انت لازم تعالج السبب الرئيسي للمشكله، يعني لو عندك انيميا لازم تعالجها، او لو عندك نقص فيتامين لازم تكمله، او لو عندك جفاف في الجلد لازم نشرب سوائل كافيه على مدار اليوم، وبلاش استخدام اللسان لترطيب الشفاه لان ده بيزود المشكله. بالاضافه انك بتستخدم علاج موضعي، وده عن طريق ان انت بتستخدم حاجه ترطب الشفاه، واشهرهم الفازلين او احد منتجات البنثينول الغنيه بفيتامين بي اللي بيحل المشكله بنسبه كبيره.